ها، ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ الطبق ده مش بتاعنا. اوكي. والصينية دي مش بتاعتنا. ولكن اللي جوه الطبق انا اللي عاملاه، واللي جوه الصينية انا اللي عاملاه. بص الجمال والحلاوة، بص الطعم. الطعم حكاية 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 تحفة جدا. بصي دي احلى من اللي بنجيبها من بره. دي فيها امكانيات جميلة جدا وحاجات يعني تحفة. مش هتلاقيها في اللي انت بتجيبيها من بره. ايه اللي انت بتجيبيه من بره؟ اللي هو ده الصينيه دي بقى اللي بتاعتنا بس ما فتحتهاش. دي بتاعتنا احنا. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ والصينية دي مش بتاعتنا، التانية بتاعتنا، دي مش بتاعتنا. دي اللي انا قطعة منها وواكلين منها، عشان دي انا عاملاها الناس حبايبيني طلبوا مني العزيزية، فانا عملت لهم العزيزية، صينية عزيزية. بس عزيزية عزيزية حاجة كده جميلة جدا جدا جدا. تمام. وقطعتها عندهم زي ما انتوا شايفين كده، يعني ده الطبق ده بتاعهم والمكان ده بتاعهم وكل حاجة. يلا تعالوا اقول لكم احنا عملناها ازاي. يلا بينا يلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. انا عندي بعضشي من المكرونة كده، كوباية مكرونة، وقلت اما نيجي نعمل اي حاجة تحلية كده نحلي الجو. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. يلا بينا على البوتاجاز، يلا بينا على البوتاجاز. هننزل بكوبايتين اتنين مية في الحله على البوتاجاز. تمام. مش هنحط لا زيت ولا نحط ملح ولا نحط اي حاجه، وهنغطي عليها ونسيبها لما تغلي. واول ما تغلي هننزل بالمكرونه بتاعتنا وهنسيبها لما تتهري، مش تتسرق، لا، تتهري هري السنين. احنا عايزينها تشرب الميه اللي انتوا شايفينها ده، وعايزينها تتسلق سلقه حلوه قوي. ليه؟ عشان نعمل مع بعض العزيزه. العزيزة جميلة جدا وطعمها حلو جدا. هي معمول بتعمل مكرونة. انا عملتها مرة قبل كده، وفي ناس طلبتها مني، فقلت ايه اعملها تاني، بس اعملها على القناة. تمام. يلا احنا معانا قدامنا المكرونة اهيت، فاستوت خالص اهيت. تعالي بقى نروح على الترابيزة، هننزل بيها كلها كده في الخلاط بتاعنا او في المضرب بتاعنا، او لو عندك الهاند بلندر ممكن تعملي بيه. ما عندكيش الهاند بلندر ممكن الخلاط. ما عندكيش الخلاط ممكن التويست، اي حاجه يعني، المهم تضربيها. تمام. عشان مش عايزين يبقى فيها ايه حتت مكرونه كده، عشان ما حدش يبقى ايه جرفان. نزلنا بكوبايه لبن كامله، وهنضرب طبعا الخليط بتاعنا دهوت، هنضربه ضربه جامده. عايزين يبقى ناعم جدا جدا جدا، عشان اقول لكم هنعمل ازاي العزيزه. حاجه كده طعمها بجد بجد كانت تحفه جدا جدا جدا. انا عملت الصينيتين اللي انتوا شايفينهم دولت في الاول الفيديو، بس الاتنين مش بتوعي. تمام. يلا نزلنا بكوباية لبن، وهننزل بالكوباية التانية. تعالوا بينا نصلي على النبي على ما نخلص المضرب بتاعنا ضرب المكرونة. تعالوا نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الكوباية التانية ديت كانت سكر، كوباية سكر. عايزة تنزلي بنص كوباية براحتك، ديت حسب الرغبة بتاعتك، يعني انت شوفي انت عايزة ايه. ودولت وده كريم جانتيه، 3 معالق كريم جانتيه. وبرده 3 معالق اللهم صل على النبي، 3 معالق نشا، و3 معالق دقيق. بصي. وكان عندي الكريم كراميل دوت برضو نزلت بيه كيس واحد اللي كان عندي، نزلت بيه. تمام اهو. يبقى احنا كده نزلنا ب3 معالق دقيق، و3 معالق كاستر. بصي، ودولت معلقتين اتنين اهو، دولت معلقتين اتنين بس كريم جانتيه خام. تمام. ونزلنا برضو بمعلقه فانيليا، بمعلقه فانيليا. في ناس كتير مش بتحب العزيزة عشان بتقولك بالمكرونة، بس بأمانة كانت طعمها جميلة جدا 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 جدا. وكل اللي دقها قال طعمها حلوة وعايزين منها تاني. ماشي. احنا ضربنا الكمية كلها وطلعنا على البوتاجاز بتاعنا لحد ما ايه، ما نلم القوام بتاعنا يتقل شوية. احنا طبعا مشغلين الفرن بتاعنا، مشغلينه من تحت ومن فوق. اول ما يسخن هنخش بالصينية بقى، بس لما الصينية تخلص الأول. تمام كده.
ما تسيبهوش عشان ما يكلكعش منك تحت ويلزق في ارضيه الايه، في ارضيه الحاجه. تنيكي وراه لحد ما تخلصيها. ماشي، ديت قشطه. قشطه اللي هي المعلبات، عايزه تحطي حطي، مش عايز تحطي براحتك يعني. ديت اضافي، حاجه اضافيه كده. عايزه اوكي، مش عايزه خلاص، عايزه الغيها الغيها. تمام تمام. ودي معلقه زبده، دي ما تلغيهاش، دي خليها عشان بتخلي الطعم حكايه 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 يعني، جميله جدا، طعمها بتبقى تحفه. مش عايزه اقولك على الطعم يعني في الاخر عامل ازاي. يلا لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش اعملي اشتراك، لو انت اول مره تشوفيني اعملي اشتراك على القناه بتاعتي من مطبخ هودي لكل شيء، واعملي سبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ودي الصينيه بتاعتنا، نزلنا بمعلقه سمنه في الارضيه طبعا، ونزلنا بالخليط بتاعنا او نزلنا بالعزيه بتاعتنا في الصينيه اهيت. هنسيبها لما تبرد خالص عشان وشها ينشف معايا، واقول لك هنعمل ايه في وشها دلوقتي. تمام تمام. تعالي فاضل حبه ارميهم، لا رحت عامله ليه انا واولاد ايه صينيه كده. هي طلعت رقيقه جدا بس في النتيجه في الاخر كانت طعمها تحفه جدا بامانه. دي بتاعتنا، دي بتاعت الناس اللي ايه اللي انا موديها لها. بصي بقى، دي معلقه سمنه انا سيعتها، وده الكريم كراميل اللي كان في الكيس، الكريم كراميل. تمام. هننزل بيهم كده ونمشيها على وش الصينيه بتاعتنا، بتبقى طعمها جميله وحكايه، بتبقى طعمها جميله وحكايه جدا، مش عايزه اقولك يعني. واللون بتاعها تحفه 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 تحفه، تدي لون الحمار كده الجميل ده كده. بص هي بردت معايا اهي. هنقلب دوت كويس السمنه كده مع الكريم كراميل. تمام. تعالي بقى يا عسليه انتي، بصي اهي مسكت نفسها خالص. يلا هننزل بيها وندخلها الفرن بتاعنا دلوقتي. في ناس بقى بتعمل ايه، بتحط لك بيض على الوش، بدل ما تعمل اللي انا عملته ده اهو، لا بتجيب لك صفار بياض، صفار بيضه، صفار البيضه بتضربها لك حلو بالمضرب وتروح ايه عامله لك على الوش. لا انا حطيت كريم كراميل زي ما انتم شايفين كده بمعلقه سمنه وحطيتها. ولو ما عنديش الكريم كراميل ممكن بشربات، شربات تقيل او عسل كلوكوز او عسل تقيل او اي حاجه من ديت يعني، وتروح برضو حطاها مع السمنه وتقلبيهم حلو، وتروحي ايه مسحه كده على الوش كده ايه العزيه بتاعتنا. تمام. يعني مش شرط تحطي كريم كراميل، ومش شرط برضو تحطي الكيس بتاع الكريم كراميل، دي حاجات اضافيه. هي الاساس بتاعها اللي هي المكرونه والنشا او الكاستر. انا حطيت نشا وحطيت كاستر وحطيت كريم جانتيه عشان تبقى طعمها حلو كده. انت مش عايز تحطي ده كله، عايز تعملي المكرونه بس باللبن والنشا مفيش اي مشكله، مش تقولك اي حاجه، بس انا حبيت ايه اطعم الحاجه عشان تروح للناس. زي ما انت شايفه كده الصينيه ديت بتاعتي انا ديت، شوفي شكلها حلو ازاي. ليه؟ عشان انا نزلت بالصينيه ديت في ارضيه الفرن، ما رفعتهاش لفوق حلو، عشان كده ادت وشها كله زي ما انت شايفه كده حمراء. دي بقى عملت في النص قرص كده، ليه؟ عشان دي كانت تحت الشوايه على طول. لما لقيت ديت عملت كده قلت اما اجرب التجربه التانيه واحط ديت في الارضيه، رحت حطيت ديت في الارضيه خالص تبقى بعيده عن الشوايه. تمام تمام. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، وما تنسونيش بقى تعملوا سبسكرايب واعملوا اشتراك على القناه بتاعتي، واي تعليق حلو كده من ايديكم. طبعا هودي ديت عند الناس وهقطعها هناك وهوريكم اهي قطعتها واكلت منها قطمه اهي، بس الحته دي ما طلعتش. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.